بس انا لو كلمت هتزعل. مين احنا الاهلي ولا لا انتوا هنا مش عارف احنا لان الكلام بتاعكم بيتغير. احنا يعني الكلام بص قبل ماتش صن داونز كولر ده كان احسن لعيب احسن مدرب جه في تاريخ لا لا الماتش اللي هناك بس اتكلمنا على الماتش اللي هناك عمله كويس دي على فكره برضه انما كلنا ما كناش متفقين على اللي اللي لو كان هنا. كسب ووصل كنت هتمشيه كلمه واحده وصل وصن داونز خرج كنت هتمشيه برغم الاداء هنا وهناك سيء. الاداره مش لينا حقيقه. ده انت كنت اول واحد بتقعد تقول لي يا محقق بطولات واحسن مدرب وبيعمل كوره. كابتن مجدي يا عم وصل لمرحله من التشبع خلاص. يا عم تشبع ايه؟ واصلا من البدايه ما كان قليل. بس انتوا اللي بتعملوا من الحبه قبه، انتوا اللي عمالين تنفخوا وتنفخوا. يا راجل هو انت 11 يا جدع والله العظيم عم حارس يجيبهم، والله العظيم لو مسكت عم حارس يجيبهم. ده واخد اكتر منهم عم حارس. ايوه واخد بالك. فاحنا مش عايزين نضحك على الناس. لو هو كسب صن داونز هل كان هيمشي؟ لا كان هيمشي. بس انتوا عندكم دايما ايه؟ لا خلي بالك الاهلي لا ده ابو الاستقرار، لا هيمشي اخر الموسم. ما هناك بعض المباريات وبعض البطولات لما بتخسرها يابا كان حق ربنا يمشي، حق ربنا كان يمشي بعد السوبر. يا رضا لو ما كانش طول ما انا في نجاح عمرك يا رضا عبد العال ما هترتاح. والله يسامحك يا كولر، خليت اللي ما يسواش واللي ما يسواش واللي ما يسواش واللي ما يسواش يتكلم عليه. هو الكواليتي بتاع الزمالك ما كانش احسن حاجه خالص. ماشي. فلما كان بيعمل اداء حلو كل الناس كانت بتسقف لان انت عارف ومدرك ومتاكد ان الكواليتي بتاعه ما يطلعش احسن من كده. تمام. لكن برضه على نطاق الدوري جوميز نفسه كان بيتعادل كتير. كان بيتعادل كتير. تمام. وحته الزمالك بقى انا عايز اخرج منها شويه. لو في اللعيبه مقبوله لكن في المدرب لا. يعني في اللعيبه يعني في اللعيبه هي اللي مقبوله وفي الاحتراف. تمام. وحتى في التدريب المدربين احتراف. بس مدرسه الاهلي بتساعدك قوي. بتساعدك. النظام موجود يا ابراهيم، الامكانيات موجود، الاستقرار موجود. الاهلي في المدرب عادي. فرقه الاهلي انت جبت كارتيرون، الزمالك اخد كارتيرون بعديها عادي. بس خلاص يعني الموضوع كابتن جوهري مدرب نخرج بره شويه. كابتن جوهري نخرج بره شويه. انت حضرتك شايف كده؟ نخرج بره شويه. كمان فرقه الاهلي السنه الجايه ان شاء الله الرحمن هتبقى جباره. بس يعني في الجزء الامامي. ايوه. الجزء الخلفي ده الباك ليفت تحديدا بقى يعني انا عايز حل. عايز حل بشكل كبير. عاوز سوبرين وعاوز باك ليفت وعاوز احتياطي باك رايت. تمام. 2 على المستوى الافريقي. على المستوى الافريقي خلي بالك ده صن داونز هيخش له 9.5 مليون دولار. زي الاهلي في الحته الهجوميه يا جبار، اما النواحي الدفاعيه يا ساتر يا ستار. الراجل بقى له فتره مع اورلاندو ما حققش الدوري خالص طبعا، لكن كسب الكاس 3 مرات. رجع سمعه لاورلاندو خلي بالك فرقه على المستوى الافريقي فرقه جامده. كسبت الاهلي مرتين ما هنا وهناك عندهم. السنه دي قبل العصفور هيجيبه لك. لكن في بعض النقاط مهم جدا ان احنا يبقى عندنا تساؤلات فيها. يلا. واحد هو بيلعب له كره هجوميه ودي كانت واحده من الحاجات اللي الاهلي عايز يعملها. صحيح. فهو بيعمل كره هجوميه تمام. لكن عندي تساؤلات برضو يعني في 3-4 مواجهات صعبه على ارضك ما كسبتش. يعني مثلا الاهلي ما كسبش الاهلي على ارضه، ما كسبش بيراميدز على ارضه، ما كسبش شباب بلوزداد على ارضه. ايوه في جنوب افريقيا. ممكن ده يكون الكواليتي اللي عنده ما عندوش الشراسه بتاعت الاهلي، فلما يجي الاهلي الاثنين يلتقوا في مكان واحد فينطلق. ماشي. لكن بره ارضه بيعمل نتائج جباره، يكسب الاهلي ويكسب شباب بلوزداد اللي هو اتعادل معاه على ارضه. ماشي. تمام. وكان قريب كان في مباراه بيراميدز يعني. فخلينا ننتظر شويه. طيب لو دخلنا 2 في مواجهه مع بعض مين يكسب؟ جوزيه جوميز ولا ريفيرو من وجهه نظرك؟ لا هو ده يعني احنا متعاطفين مع جوميز خلي بالك. الاخ اللي اسمه ريفيرو اللي جاي النهارده من اورلاند دوت خسران السنه دي كل حاجه، وعاملين له ممر شرفي وعاملين يحتفلوا بيه. ده كولر واخد 11 بطوله وماشي محدفينه بالازايز. كنا كملنا بالكابتن عماد النحاس. يلا اهو اللي تخاف منه مش هيطلع احسن منه.